الكويت وعمان 1-1، وأيضا مباراة قطر والإمارات انتهت بالتعادل أيضا. على بركة الله تبدأ المباراة هنا من ملعب جابر المبارك. نعم علي يلعب الكرة لكنها بعيدة، تلعب الركنية بسرعة، الرأسية كانت من النجم أيمن حسين. نعم هو من كان وراء هذه الرأسية أيمن حسين. أو سعدون معك اليمين، ممتازة وصلت الأمين، يلا يا الأمين، يلا يا الأمين، ممتازة، هي علي جاسم، يلا يا علي ممتازة، يلعبها السعلة، مسألة عراقية، بايش التسديد، الله على التسديدة، الله على التسديدة من بايش، التسديدة من إبراهيم بايش، هو من كان وراء هذه التسديدة، تسديدة ولا أحلى من إبراهيم. ما زالت هي التمريرة الآن، التمريرة ما زالت هي يا أيمن، يا الله يا الله، يمني الآن يبحث اليمني الآن، ما زالت حداري محمود حداري من محمود، يمر محمود، حداري من محمود. اصبحت الان للمنتخب اليمني حداري، لكن حتى تشوف حتى المنتخب اليمني كما قلت دائما يعتمد على الكونتراك. حداري مد الكره، الداحي حداري مرت بالسلام، حداري يلعبها على جهة اليمين، تعود للبايش، البايش إلى السعدون، ممتازة سعدون مر العرضية، الإبعاد من حارس المنتخب اليمني محمد أمان. ما زالت كرة طويلة، ما زالت إلى أيمن يضغط، برافو أيمن، برافو بايش التسديدة، وما زالت جول. أخطر محاولة لأحمد ياسين، التسديدة الأولى من بايش، والاكتمال كان من أحمد ياسين، لكن ولا يمر، رجعت كرة، ما زالت حداري من هذه الكرات، حداري من هذه الكرات، حداري من هذه الكرات، يستعد مهند يلعب قصيرة، نعم التسديدة نعم، كان التمويه جيد من علي جاسم، والتسديدة كانت من مناف، ممكن فيها العجب، وممكن فيها هدف، وممكن فيها تقدم، هي علي سجل على المنتخب اليمني، حيضطر المنتخب اليمني الخروج من مناطقه الدفاعية. التوزيعة طويلة، جول ألم أقل لكم إنني لدي إحساس بأن أسود الرافدين سيسجلون من غيره، أيمن حسين من غيره، مفتاحك يا كاساس هو أيمن حسين، كل الكرات العالية تأتي عندك يا الملك يا أيمن حسين، يا الله، هدف للعراق، جول للعراق، بيوت للعراق، جولات للعراق، رات للعراق، أقولها بجميع اللغات، العراق 1-0 على اليمن، العراق يتقدم في النتيجة، برافو للسود، والآن ممتازة، يلا مهند التسديدة، وفي هذه الأثناء الحكم القطري ينهي المباراة بفوز المنتخب العراقي ب1-0 عن طريق هذا النجم أيمن حسين برأسيته. نعم أيمن حسين هو من سجل الهدف الوحيد. المنتخب العراقي يأخذ 3 نقاط في أول مشواره في هذه البطولة من أجل أن يحافظ على لقبه. نعم، وأول انتصار في هذه البطولة بعد تعادلين في المباريات الماضية. أصدقائي المشاهدين، شكرا لكم وأتمنى أنكم استمتعتم بتعليقنا. الكلمة للأستاذ طه وللكباتن معك في الاستوديو. إلى اللقاء.
شبكة نجوم الرابعة، اشتراك واحد، محتوى متعدد.